هو انا ابني كان عارف ان انا بحبه؟ كان في جنازة لشاب وأب بيسأل أصحابه بحرقة من قلبه، هو أنا ابني كان عارف إني بحبه؟ طب هو كان حاسس؟ وقعد يقول هيحس منين؟ أنا كنت طول الوقت بدعي عليه وفي وشه. دعوة في لحظة غضب قد تغير عمرا بأكمله. كلمة بتتحول لقدر. بتلاقي ست الكل بتجهز الأكل وبتنادي على بنتها، والبنت بتدلع حبتين، قالت لها روحي يا شيخة إلهي عكنن عليكي عشتك. دي مش كلمة بتطلع وخلاص، هي دعوة، ويمكن في وقت استجابة دعاء. وهنا بحتاج أسأل سؤال، هي البنت عملت إيه في حياتها يستاهل وقف الحال أو حرمان أو مرض أو معيشة ضنك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. نهي صريح، لأن الكلمة ممكن تصادف ساعة إجابة. نندم حين لا ينفع الندم. أم بتقول لبنتها ربنا يحرق دمك يا شيخة، جه للبنت مرض في الدم. أب اتعود يقول لابنه إلهي ما ترجع، مرجعش. أم دعت على بنتها بوقف الحال، بتقول بهرج، بس البنت لا اتجوزت ولا اشتغلت. الكلمة مش صوت، الكلمة رسالة نفسية عميقة، تقدير الطفل لنفسه، وبالنسبة له دي نبوءة وهتتحقق، وهو بيتصرف بناء على الصورة اللي الأهل رسموها بكلامهم ليه. ربنا ياخدك، إلهي تنشل، الله ينتقم منك. بتوصل له أنا مش مرغوب فيا، أنا تقيل، أنا عبء. وأنا في المدرسة مرة بزور ابني، سمعت زميله بيقول لمدرسه ما تحاولش معايا، أنا مش هبقى كويس، أنا أمي دعت عليا، وهي ست قريبة من ربنا وأكيد ربنا استجاب لها. حطوا معايا كده تخيل لأثر الجملة على الولد، أنا أمي دعت عليا. إحنا دايما بنخاف من دعوة المظلوم، أمال دعوة الوالدين على أولادهم هتبقى عاملة ازاي؟ 3 دعوات لا ترد، منهم دعوة الوالد لولده. يا جماعة الأصل في الدعاء يكون سلاح رحمة لا سهام غضب. كان في أم متعودة تقول لابنها وهو لسه مش فاهم يعني ايه دعاء أصلا، لسه 4-5 سنين: ربنا ينتقم منك. كان يقف ويعيط ويقول لها أمين ربنا ياخدني. لما غيرت الدعوة وقالت له ربنا يهديك، بقى يرفع ايده ويقول يا رب اهديني عشان ماما ترتاح، وبعدين يجري ويحضنها. أنا شايلة رسالة للآباء والأمهات، رجاء دربوا لسانكم، بدلوها بربنا يهديك، ربنا يصلح حالك، ربنا يبارك فيك ويجعلك قرة عين حتى لو في قمة الغضب. خلوا الصراخ ده دعاء بالخير. فالكلمة دعاء، والدعاء قدر، والقدر إذا أنزل لا يرفع بالبكاء. اللهم اصلح أبنائنا واهديهم واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، ولا تجعلنا سببا في أذاهم بكلمة خرجت في لحظة غضب.